الموقف الغريب ده حصل لي قبل سنة تقريبا. كانت امتحانات آخر السنة قربت، وأنا كان لسه فاضل لي مذاكرة كتير. في الغالب مكتبة المدرسة بتقفل الساعة 5، بس عشان الامتحانات إدارة المدرسة قررت تسيب المكتبة مفتوحة لحد الساعة 12 بالليل، عشان الطلاب يقدروا يحضروا ويذاكروا الامتحانات لو هم عايزين. بيتي ما كانش بعيد عن المدرسة، عشان كده كنت بحب أذاكر في المكتبة عشان المكان هادي أكتر. وفي اليوم ده طلعت من البيت الساعة 6 بالليل، وبسرعة وصلت للمدرسة وبدأت أذاكر، وسرحت في المذاكرة لدرجة إني ما أخدتش بالي إن الساعة بقت 10. أنا عمري ما قعدت الوقت ده كله في المكتبة قبل كده. في الغالب كنت بكون في الطريق وراجعة البيت على الساعة 8، وحتى الساعة 8 كان بيكون في شوية طلبة لسه موجودين في المكتبة. بس الساعة 10 ما كانش في حد موجود، كان في صمت وبس. كان فاضل لي حوالي ربع ساعة وأخلص، وقررت أذاكر بسرعة وأرجع على البيت. وأنا مركزة في المذاكرة سمعت صوت خطوات، بس كأن حد بيمشي بصعوبة وبيجر رجله. بسرعة لميت كتبي وخرجت من المكتبة، وكان في ممر طويل أول ما بطلع من المكتبة، وفي آخره خالص باب الخروج. كنت بمشي بسرعة ناحية باب الخروج. ساعتها شفت واحدة واقفة في آخر الممر. أنا ما كنتش عارفة هي مين، بس كل ما أقرب كنت بحس بعدم ارتياح أكتر وأكتر. ومن كتر الإحساس الغريب اللي عندي ناديت بصوت عالي: مين هناك؟ وأول ما ناديت هي اختفت في ثواني. حاولت أتنفس وكملت طريقي لحد ما خرجت من المدرسة. وأنا ماشية في الشارع لاحظت إن مفيش حد ماشي في الشارع خالص، ودي كانت حاجة غريبة عشان في الغالب الشارع ده بيكون زحمة حتى بالليل. وبسبب الخوف والتوتر مشيت وأنا باصة في الأرض. كنت خلاص قربت من البيت. ساعتها وفجأة شفت زي ظل على الأرض، على الرغم إن مفيش حد حواليا. أما رفعت راسي شفت واحدة ماشية قدامي، كان شكلها غريب وكان عندها صعوبة في المشي، وكانت بتمشي بطيء لدرجة إن وصلت لحد عندها في لحظات قليلة. كنت قريبة منها وبقيت شايفاها كويس. كانت لابسة هدوم مقطعة ومتوسخة، وإيديها ورجليها ملويين. كنت مستغربة شكلها، وإحساسي كان بيقولي مقربش منها أكتر من كده، وما كانش عندي الشجاعة عشان أعديها وأمشي. فجأة لفت وجت ناحيتي، وكان شكلها مرعب، ما كانتش طبيعية أبدا. عينيها لونها أحمر كأنها دم، ووشها كله دم. وقفت قدامي وقالت لي: فين بنتي؟ اتسمرت مكاني ومعرفتش أقول كلمة واحدة من الصدمة. من خوفي شاورت لها على مكان بعيد على أمل تمشي وتسيبني بعيد، وفعلا مشيت ومبقتش شايفاها قدامي. كنت مرعوبة من فكرة إنها ممكن تطلع لي تاني، عشان كده جريت بأعلى سرعة ليا. في اللحظة دي عقلي ما كانش عنده قدرة على التفكير في أي حاجة غير إن ألاقي أي حد يساعدني. وبعدها سمعت صوت صريخ الست دي جاي من بعيد، وبعد كده ما كنتش فاكرة أي حاجة. وأما فتحت عيني عرفت إن جاري لقاني مغمى عليا على الأرض فجابني للبيت. وعرفت منه إن سنة 1998 كان في واحدة عندها 32 سنة اسمها منى، وعندها بنت عندها 10 سنين كانت بتروح المدرسة اللي أنا فيها. وفي يوم وهي بتلعب مع صاحبتها عملت حادثة وماتت. أمتها ما قدرتش تتحمل الخبر، فوقفت على سطح المدرسة ورمت نفسها. وبعد كده اتشاف شبح منى في المدرسة والمنطقة اللي حواليها وهي بتدور وبتسأل على بنتها. أنا بقيت مرعوبة من اليوم ده، وبقيت بخاف أروح المدرسة لوحدي بالليل. ما تنسوش تعملوا لايك للقصة واشتراك في القناة عشان توصل لأكبر عدد ممكن، وعشان ده بيساعدنا نكبر أكتر. عمري ما كنت بآمن بالأشباح والحاجات الخارقة للطبيعة، لحد ما حصل مع ابني حاجة خلتني أصدق إنهم موجودين. أنا مريم وجوزي وليد وابني اللي عنده 4 سنين نقلنا البيت. هو كان قديم بس مساحته كبيرة، وده بعد ما ولدت ابني عشان يكون البيت واسع، عشان يعرف يلعب براحته، وعشان كمان لما نجيب ليه اخوات. بس بعد أسابيع قليلة من نقلنا للبيت ابني بدأ يشوف كوابيس مرعبة لدرجة إن هو بقى بيجي الأوضة عندنا في نص الليل كل يوم وهو مرعوب وبيعيط، وبيقول في واحدة هيكل عظمي مستخبية في الدولاب عنده. وكنا بنروح الأوضة ونفتح الدولاب عشان ابني يحس بالأمان وإن مفيش حد. ما كناش بنلاقي أي حاجة، وجربنا كل حاجة عشان نوقف الكوابيس دي بس مفيش فايدة. وفي الآخر قررنا نقفل الدولاب بالمفتاح، بس كل مرة بنروح نلاقي الدولاب مفتوح مش عارفين ازاي. فقفلنا أكر الدولاب بسلك من بره، بس حتى ده ما نفعش. وفي نفس اليوم لقيت ابني بيخبط على الباب وهو مرعوب وبيعيط. واما رحنا نشوف اللي حصل لقينا السلك اللي على الدولاب مقطوع. ساعتها القلق بقى مسيطر علينا، وسألنا ابني لو هو جاب سكينة وقطع السلك، بس هو أنكر إن هو عمل كده. وبدأنا نسأله أكتر عن الست اللي بيشوفها، بس هو كان خايف يحكي عنها، وكل اللي قاله
إنها بتطلب منه يدخل معاها الدولاب، وطلبت من ابني إن هو يرسمها، ورسم ست على شكل هيكل ولابسة فستان ومطلعة راسها من الدولاب، ده غير دم نازل من رقبتها. مش بس كده، وفي إيديها كان في حبل مشنقة، وأما سألته إيه ده رد وقال لي مش عارف، بس هو حبل دايما بتمسكه في إيديها. ابني كان عنده 4 سنين بس، وأنا بتابعه كويس كل حاجة بيتفرج عليها، فمستحيل يكون شاف مشنقة مثلا وبيقلدها. أما الصدمة الأكبر بالنسبة ليا في الرسمة كانت كلمتين: تعالى معانا. أصلا ابني ما كانش بيعرف يكتب كلمات، ما كناش عارفين نتصرف ازاي، وطلبت من ابني لما يشوفها تاني ما يخافش ويطلب منها تمشي على أمل إن هو يكون شجاع. بس تاني يوم صحيت مخضوضة على الساعة 11 بالليل، بس المرة دي مش على صوت ابني زي كل يوم، لكن سمعت صوت خبط غريب على الحيطة، وبعد لحظات فهمت إن الصوت جاي من أوضة ابني. قمت جري ورحت على أوضته، وأول ما فتحت الباب لقيت السرير فاضي والدولاب مفتوح والنور كان مطفي. مشيت جري ناحية الدولاب، وقبل ما أوصله حصلت حاجة جمتني الدم في عروقي. ايدين هيكل عظمي غرقانة دم خرجت فجأة من الدولاب وقفلت. قعدت أصرخ وحاولت أفتح الدولاب بس مفيش فايدة. صرخت أعلى وناديت على وليد اللي جه جري وكسر الدولاب بكل قوته، لدرجة إن هو وقع على الأرض. وأنا جريت أبص جوه الدولاب عشان ألاقي ابني متعلق من رقبته في شماعة الهدوم، ووشه كان مزرق، كان بيحاول يتنفس، وأنا شلته عشان يعرف ينام. ووليد قام جري وقطع الحبل، وأخدناه وجرينا على المستشفى ولحقناه على آخر وقت. بس الدكاترة من المنظر بلغوا الشرطة عشان تحقق في الموضوع، لأنهم شكوا إننا اللي عملنا كده. وفعلا جه المأمور وقعد يسألنا عن اللي حصل، وبعدها قال لنا طب انتوا تعرفوا أي حاجة عن تاريخ البيت اللي انتوا عايشين فيه؟ بس احنا ردينا عليه إنه لأ. ساعتها حكالنا عن اللي حصل من 30 سنة. قال إن هو كان لسه ناقل جديد وجاله تحقيق عن أسرة حصل لها حاجة في نفس البيت، وأما وصل هناك اكتشف حاجة بشعة. عرف إن الأم كانت بتتعرض لتعذيب وحش من جوزها، لدرجة إنها فقدت عقلها تماما وقتلت جوزها وهو نايم، وبعدها خنقت وشنقت أولادها ال3 في نفس الدولاب اللي موجود في الأوضة بتاعت ابنهم، وبعدها قطعت رقبتها بنفسها وانتحر. عشان كده المأمور قرر إن هو مش هيتهمنا إن إحنا اللي عملنا كده في ابننا. وقررت في ساعتها إن عمري ما هدخل البيت ده تاني أبدا. ما تنسوش لو عجبتكم القصة تعملوا لايك وتشتركوا في القناة، عشان ده بيزود إن القناة توصل لأكبر عدد.